اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى أخوات في الكون، أخباركم إيه؟ باتمنى يا رب إن أنتم تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال، قولوا آمين، اللهم آمين يا رب. عاملين إيه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير، أخباركم إيه؟ تعالوا بقى النهارده نشوف الفيديو النهارده بتاعنا، النهارده إن شاء الله هنعمل كده وصفة كبدة، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدًا. وخليكم معايا شاهدوا الفيديو لحد اخره وما تنسونيش امانة عليكم وفضلا منكم ما تنسونيش في اللايك والشير. ولو حضرتك اول مرة تشوفيني نورتيني وشرفتيني في قناتي واتمنى بانك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على علامة الكل عشان كل ما انزل حاجة جديدة يجيلكم مني اشعار. وشرف ليا ومتابعتكم ليا احلى اخوات في الكون، بحبكم في الله. وباتمنى مشاهدة كده الإعلانات فضلًا منكم عشان خاطر القناة ينزل عليها أرباح، وإن شاء الله ربنا يرزقكم ويرزقنا ويرزق الجميع يا رب. أول حاجة كده عايزاكم تسيبوا لي comment وتصلّوا بيّا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشجعوني كتير بكومنتاتكم الجميلة اللي أنا متعودة عليها دايمًا. يالّا بقى نسمّي الله ونتوكل على الله ونبتدي نشوف الفيديو بتاعنا. أول حاجة كده أنا هاعمل النهارده كبدة ضاني، هنعمل الكبدة ومعاها كمان معانا الفشة ومعانا كمان اللهم صل على النبي، معانا طحال، تمام. أول حاجة الكبدة معانا زي ما أنتم ما شايفين كده، دي كبدة ضاني غسلناها، شطفتها كده شطفة حلوة، ورُحت إيه هنقطّعها زي ما أنتم ما شايفين كده. طبعًا باقطّعها مكعبات كبيرة شوية تكون محمّلة يعني، ولازم وإحنا بنعمل بقى الكبدة تكون معاها حتّة كده دهنة، يعني حتّة مثلًا دوش أو حتّة ليّة، تمام. بتخلّي بقى الكبدة طعمها جميل جدًا، تخلّيها في حتّة تانية خالص، صراحة بتبقى جميلة. آآ بالطريقة بتاعتي دي صدّقوني بتبقى جميلة جدًا. أنا بقى كده إيه، هنقطّع بقى الكبدة، وعايزة أقول لكم كمان إن أنا هاعمل معاها فِشّة وهتشوفوها برضه معايا. أنا باحب لمّا باكون عندي فِشّة برضه وطحال، باحب أعملهم على برضه الكبدة، بتبقى برضه طعمها حلو. الفِشّة بقى أنا طبعًا رُحت إيه، سلقتها، غسلتها كويس ورُحت سلقتها. باحط في قلب مَيّة بقى السليق فلفل أسمر، وما باحطش بقى ملح عشان أنا كده هارمي بقى الشوربة بتاعتها، ما بتبقاش شوربة حلوة. هاشوّحها مع معيان الكبدة، هانزّلها معيان الكبدة. باضيف بقى بصلاية كمان في قلب الشوربة، وبنسلقها عادي بقى. أنا هنا كنت سلقتها وعشان خاطر كده هاشوّح لإن الكبدة ما بتاخدش معانا وقت خالص. هنا بقى باجيب حتّة ليّة هاقطّعها كده على الكبدة بتاعتنا، بتخلّي طعم الكبدة جميلة جدًا. طبعًا في ناس ما بتحبش الليّة ولا بتحب الدهون، لأ، جرّبوا كده الليّة بتبقى جميلة جدًا في قلب الأكل. أو برضه لو حتّة من الدوش بتبقى حلوة. هنا بقى هناخد بقى الكبدة بتاعتنا ندّي لها الصدمة. حطينا الصينية زي ما أنتم شايفين كده، حطيت عليها الزيت، سِخن لازم تاخد الصدمة، لازم تنزلي على الزيت وهو سُخن، تنزلي على الكبدة كده على الزيت وهو سُخن. قلِّب بقى نسيبها شوية وبعدين نبدأ إن إحنا نقلّبها. هي يا دوبك خدت لون من تحت كده زي ما أنتم ما شايفين. بسم الله ما شاء الله، يالّا يا حبايبي شجعوني باللايك وشيّروا الفيديو لكل قرايبكم عشان خاطر عيلتي تكبر بيكم. نِفْسي قناة عيلة أم ملك تكبر بيكم أكتر وأكتر. إحنا هنا بقى كده إيه، سِبنا بقى الكبدة بتاعتنا كده مع الزيت براحتها، يعني تتشوّح كده مع نَفْسها. هنا بقى هنقطّع فلفل رومي زي ما أنتم ما شايفين كده، حلقات زي ما أنتم ما شايفين كده. ممكن بقى تحطّي لو بتحبّي الحاجة حرّاقة شوية تحطّي قرن شطة يعني، بس أنا بصراحة مش هاحط شطة بقى، أنا هاحط فلفل رومي من دوّة وهابقى أحط سِنّة شطة، هتشوفوا كل الكلام ده معانا. وقطّعت برضه بصل حلقات زي ما أنتم ما شايفينه كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللي حبايبي وانتوا واقفين كده اذكروا الله كتير، وانتوا واقفين بتعملوا اكل بتعملوا اي حاجه في المطبخ تغسلوا المواعين اذكروا الله كتير. احنا هنا بقى كده ادي حته الطحال، بسم الله ما شاء الله، وكمان معانا الفشه. ده كان بعد ما هما اتسلقوا. واحنا هنا بقى ايه هنقطعها كده علشان خاطر نحطها على الكبده تتشوح معاها وتبقى طعمها جميله كده، حاجه كده عسل تستاهل بقكم. زي ما أنتم ما شايفين كده نقطّعهم بقى ومجهّزين بقى الفلفل بتاعنا ومجهّزين البصل، عشان هنروح بقى على البوتاجاز نشوف الكبدة ونسقط الحاجات بقى بتاعتنا ديّة، نضيفها يعني عليها. وهتاكلي أحلى كبدة من إيد أم ملك، طريقة سهلة وبسيطة. أنتم عارفين أنا ما باحبش أعقّد كده الأمور، باحب الدنيا كلّها تمشي كده بسلاسة كده وإيه، وبسهولة يعني.
إحنا هنا رُحنا بقى على الكبدة بتاعتنا بعد ما سِبتها زي ما أنتم ما شايفين كده، كل شوية باروح أقلّبها وارجع تاني أشوف أنا هاعمل إيه. كنت جهّزت بقى الحاجات زي ما أنا ما قُلت لكم كده، هننزل بقى بالفلفل بتاعنا والبصل على الكبدة، هننزل بقى بمعلقة كبيرة فلفل أسمر ومعلقة كبيرة كمون، تمام، وهننزل بقى ب يعني حطيت كده حبّة شطة عشان كنت حاباها تكون مشطشطة شوية. طبعًا لو كنت حطيت فيها شطة خضرا كانت هتبقى حراقة خالص يعني، ما باحبش الحاجة الحراقة، تمام، وننزل بقى بالملح بتاعنا، هنقلّب بقى كويس لحد لمّا البصل بتاعنا يدبل، وبعدين إحنا برضه هننزّل الفشة والحاجة اللي معانا. بسم الله ما شاء الله، طبعًا فضلت أقلّب فيها يعني. هي كده على فكرة يا جماعة كانت الكبدة بتاعتنا كانت خلاص استوت، يعني فاضل لها شوية كده تقلبتين يعني. نزلت بقى الفشة، طبعًا الفشة بتاعتنا مسلوقة، مش هتاخد وقت، يا دوبك هي تتشوّح بس كده معاها. وطبعًا طبق الكبدة بتاعنا النهارده هيعوز طبعًا معاه البطل بتاعنا البطاطس اللي بصراحة البطاطس اللي حاشة نفسها في كل حاجة، جنب أي أكلة لازم نعمل طبق بطاطس. ربنا يا رب يدوم علينا نعمة يا رب. يلا يا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ويوحد الله، ويسيب لي كده كومنت حلو وتشجيعي منكم، عشان انا بحب اشوف كلامكم الجميل كده و يعني بيجي لي حالة كده نفسية حلوة كده لما بشوف كده تعليقاتكم الجميلة، وبتشجع ان انا انزل فيديوهات اكتر. عايزاكم كده تشجعوني بكلامكم الحلو، يعني ما تستخسروش فيا ولا اللايك ولا الكلمة الحلوة، لان بجد انا بتعب، وانا يعني باحب أقدّم لكم المعلومة، وباحس إن أنتم إخواتي ويعني صحابي، وحاجة كده غالية كده عليّا. يالّا ما تستخسروش بقى فيّا وحطّوا لي بقى اللايك. إحنا هنا بقى كده إيه، كانت البطاطس بقى إيه، علّقنا بقى عليها، هنروح بقى نغسل المواعين مكان ما إحنا إيه، مكان بقى الكبدة والأطباق اللي كانت وسخة وكده. أنا طبعًا كنت مخلّصة المطبخ الصبح بدري قبل ما أخُش أعمل بقى كده الغدا. أنا بصراحة ما صوّرتش معاكم الصبح، أنا صوّرت معاكم كده إيه، وأنا باعمل بس الأكل. عايزاكم بقى إيه تشجعوني يالّا، هنغسل بقى المواعين يالّا يا بنات، البنات اللي إيه بتكسل تغسل المواعين يالّا تشجعي كده معايا وأنتِ واقفة كده على ما الأكل علّقتِ عليه على البوتاجاز، يالّا اغسلي بقى المواعين يالّا، تدوّري كده على الحوض كده جري وأنتِ واقفة كده، اذكروا الله كتير استغفري ربِّك كتير كده. ده طبعًا أنسب وقت كده واقفة فيه في المطبخ كده لوحدِك بتغسلي بقى المواعين، ما تسرحيش في أي حاجة، اذكري الله ووحّدي ربنا طول ما أنتِ واقفة كده، استغفري الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعًا يالّا يا حبايبي كده طول ما أنتِ واقفة كده وصلّي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وطبعًا اتشجعي كده واغسلي كده المواعين، ما تخلّيش المواعين تتكاثر في الحوض كتير، لإن أنتِ شايفين أنا طبعًا ما كنش عندي مواعين، دول بس المواعين مكان ما كنت بس واقفة كده بنعمل بس أكلة الكبدة، بس مش يعني أكتر، شايفين قد إيه؟ طبعًا لو سِبناهم بقى وخرجنا عملنا بقى خرجنا بقى نتغدى، هنرجع نلاقي المواعين دي كُم وأكتر من كده كمان، هيبقى زاد بقى مواعين بقى الغدا، تمام؟ لأ وعلى إيه، لأ إحنا وإحنا واقفين كده على طول نغسلهم كده على طول أول بأول، مش هيبقى في حاجة. الطبق بعد ما طلّعته فوق على المصفى يتصفّى راح واقع تاني، عادي يعني يا جماعة. إحنا هنا بقى كده كانت بنتي مَلَك بصراحة كانت عاملة طبق السلطة ده، بس هي ما بتحبش تحُط على السلطة بصل، بس أنا بقى إيه، كانت ضاربة في دماغي إن أنا هاحُط عليها بصل، فأنا رُحت جايبة البصلاية دي ورُحت مخرّطاها، ورُحت قُلت لها إيه، أنا هاحُط على السلطة بقى بصل، هي ما بتحبش البصل على يعني السلطة، قُلت أنا هاحُط بقى إيه، البصلاية الصغيرة ديّة على السلطة، وجِبت كده معانا البقدونس، وقطّعت كده معاه كده، هي ما بتحبش تقطّع، يعني بتعمل السلطة كلّها ولا بتحب تحُط بصل ولا بتحب تحُط إيه، بقدونس. أنا بقى إيه، رُحت مكمّلة أنا بقى السلطة زي ما أنتم ما شايفين كده، هنقطّع بقى البصلة كده، عايزة أقول لكم أنا باحب السلطة وهي فيها البصل، بصراحة بتبقى جميلة جدًا، لو ما حطيتش في السلطة بصل ما باحسش إنها سلطة خالص، زي ما أنتم ما شايفين كده. يالّا يا حبايبي حطّوا لي اللايك فضلًا منكم، شجعوني كده بكلمة حلوة، أنا باحب أسمع كلامكم، باحب أشوف آرائكم، يالّا شجعوني كده بكلمة حلوة كده وحطّوا لي اللايك. أنا طبعًا هنا هاحط في قلب هنا طبعًا التليفون كان فاصل، أنا حطيت دقة وحطيت خل، تمام، ما كانش عندي ليمون بصراحة، فأنا قُلت إيه ما كنتش نزلت بقى السوق، لسه عايزة أنزل بقى السوق أجيب حاجات. ما كانش عندي ليمون، فعادي بقى باحط حبة خل على يعني على السلطة وعادي وبتمشي. هنا بقى هنعمل إيه، طحينة، هاعمل حبة طحينة كده، هاعمل طبق
بيبقى حلو جنب بقى الكبدة الجميلة اللي إحنا عاملينها النهارده دي. عايزة أقول لكم أكلة كده حرشة ومرشة كده. أنا باحب بقى أحط على الطحينة يعني فصّين توم وبادقّهم بيه دُقّة، الدُقّة المشكّلة كل حاجة. دقّيتهم وبعدين نزلت على الطحينة زي ما أنتم ما شايفين كده، وبانزل بمَيّة عادية من قلب الحنفية عادي خالص، ما باعملهاش بمَيّة سخنة خالص يا جماعة. في ناس بتعملها بمَيّة سخنة، لأ أنا ما باعملهاش بمَيّة سخنة، أنا باعملها بمَيّة كده باردة زي ما أنتم ما شايفين. وهانزل بقى بحبّة خل، وبرضه زي ما أنا قُلت لكم المفروض كنت هاحط ليمونة، بس عادي معانا بقى الخل هيقوم بالواجب معانا. أنا هنا بقى كده هافضل بقى أقلّب في قلب الطحينة لحد لمّا ياخد القوام المضبوط اللي أنا عايزاه. هو كده الطحينة بقت جاهزة معانا، ورشيت على الوش كده حبّة كمون وحبّة يعني سِنّة شطة كده، ديكور يعني، لازم برضه يا جماعة نعمل حبّة حركات دي. هنا بقى الكبدة بتاعتنا كانت خلاص بسم الله ما شاء الله، تبارك الله، بسم الله، جميلة، عايزة أقول لكم بصراحة جميلة جدًا. أنتِ ممكن لو ما بتحبيش أنتِ بقى الفِشّة تعمليها بكبدة بس، بس أنا باحب أعملها كده. وده كان غدانا النهارده، أتمنى يا رب لو كان قدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة، ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.